الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ويا رب لك الحمد إذا رضيت، فرضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. سبحانه وتعالى خلق الزمان وجعله ظهورا، وقدره سنينا وشهورا، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. أرسل نوح فأطال عمره فكان عبدا شكورا، وابتلى أيوب بالمرض سنينا فكان عبدا صبورا، ورد ليعقوب يوسف بعدما ابيضت عيناه من الحزن فارتد بصيرا. وأرسل إلينا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من قلة، ومعبود لا من علة، شهادة تنفعنا عند سكرة الموت وظلمة القبر ووحشة الحساب ويوم العرض على من لا يغفل ولا ينام. فلا إله إلا الله أخلو بها وحدي، ولا إله إلا الله أدخل بها قبري، ولا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا وعافية أبداننا الرحمة المهداة سيدنا محمد، إمام الأئمة وقمة كل قمة سيدنا محمد، سر الأسرار ونور الأنوار سيدنا محمد، الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وشرح الله صدره، ووصفه بصفتين من صفاته، وأقسم بالنون والقلم بأنه على خلق عظيم. أشهد أنك سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، وكشف الله بك الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، أحباب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا زالت نداءات الحق عبر أثير الزمن تتكرر كل لحظة وكل ساعة، مناديا من قبل الحق تبارك وتعالى على الناس كافة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالحق تبارك وتعالى ينادي على الناس وينادي على الذين آمنوا بأن اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسكنكم من الجنة منزلا، وجعل سعيكم في ميزان حسناتكم. والله أسأل أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. لا شك إن سألت
كل فرد منا يشكو هموما شكل. لما تيجي تسأل واحد تلاقيه مليان بالهموم. فيا شاكي الهم العظيم وترتجي، كل واحد عنده هم شكل ومشكلة شكل. يا شاكي الهم العظيم وترتجي، لذوال همك بلسم وعلاجا، وتود غفران الذنوب جميعها، ويوم القيامة شفاعة وحجابا. رطب لسانك بالصلاة على النبي، تجد السعادة والنعيم نتاجا. جاء رجل للإمام علي رضي الله عنه يشكو هموما، فسأله الإمام علي سؤالا: هل جئت الدنيا بتلك الهموم؟ ما تريد تسأل واحد تلاقيه مليان هموم، عشت كرب وضنك، لأننا بعدنا عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة مهمشة، أمة العلم، أمة النور، أمة الإيمان، أمة اقرأ. تجد شبابا خاويا ومهمشا لا يعلم من الإسلام إلا اسمه، ولا يعلم من القرآن إلا رسمه، لا يعلم شيء عن سيرة النبي ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد دماغه مليانة بمواويل وشكل. الإمام علي يسأل الرجل حينما أتاه بهموم، قال له يشكو هموما، قال له سؤالا: هل جئت الدنيا بتلك الهموم؟ يعني انت نزلت من بطن امك اللي كان ربنا بيأكلك وبيشربك وبيرزقك ومدفيك في بطن امك، وانت لا طاقة لك وانت لا قدرة لك. سل الله كيف كان يرزقك وانت جنين في بطن امك. انت جيت الدنيا بالهموم دي ورا منك معاك، يعني نزلت معاك؟ قال لا. قال: هل ترحل من الدنيا بتلك الهموم وانت ماشي؟ هتاخد الهموم دي معاك وانت ماشي؟ قال لا. فرد عليه الإمام علي: شيء لم تأتي الدنيا به ولم ترحل من الدنيا به، لماذا تشغل نفسك به؟ يعني حاجة انت ما جيتش بها الى الدنيا، وحاجة انت ما انتش هتطلع بها وتاخدها معاك وانت ماشي من الدنيا، كيف تشغل نفسك به؟ اجعل نظرك الى الدنيا نظرة صبر ويقين وإيمان، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، لأن الحق تبارك وتعالى حينما أقسم قال ربنا تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأقسم رب العزة قائلا: وفي السماء، هو قال في الأرض، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الصحابي: من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ من اللي زعل ربنا وضايقه حتى يحلف؟ قال الله تبارك وتعالى: رزقكم فين؟ رزقكم في السماء وما توعدون. شيء لم تأتي إلى الدنيا به ولم ترحل به، لماذا تشغل نفسك به؟ فرزقك مقسوم وقدرك محتوم، والهموم لا تدوم، لأن الدنيا كلها بين يدي من؟ بين يدي الحي القيوم. لماذا تشغل نفسك بالدنيا؟ الرجل لحل سيدنا إبراهيم بن أدهم يشكو إليه الجوع ويشكو إليه الهم، قال: ائتني بدوات وقرطاسا. الرجل بيشكي للعارف بالله. الإمام إبراهيم بن أدهم يقول لي يشكي له هموما وجوعا ومرضا وفقرا، قال: ائتني بدوات وقرطاسا. حيتبه. ثم أتي إليه بالدوات والقرطاس، فكتب أول ما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المسؤول في كل سؤال،
أنت المرجو في كل سؤال، وأنت المغني في كل مغنى وفي كل معنى. ثم كتب: أنا حامد، أنا ذاكر، أنا شاكر. دول 3: أنا حامد، أنا ذاكر، أنا شاكر، أنا جائع، أنا عطشان، أنا عاري. هي 6: أنا الضمين لنصفها. وحد الله. فكن أنت الضمين لنصفها يا باري. أنا حامد، أنا ذاكر، أنا شاكر، دل علي. هي 3: أنا جائع، أنا عطشان، أنا عاري. هي 6: أنا الضمين لنصفها. فكن الضمين لنصفها يا باري. كن عن همومك معرضا، كن عن همومك معرضا، وطب نفسا إذا حكم القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. لشباب الأمة: اعلموا تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ صحابته. انظروا كيف هانت عليهم الدنيا وما فيها. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد حضرة النبي أن يرسل 6 من أصحابه إلى ملوك العالم، فنظر في وجه الصحابة وعرض عليهم الأمر: انظروا من يقبل أن يذهب برسالة من حضرة النبي إلى عظماء العالم، من عظيم العالم والدنيا والآخرة كلها محمد صلى الله عليه وسلم. فوافق عبد الله بن حذافة السهمي في السنة 6 من الهجرة أن يكون سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس. الراجل هياخد رسالة من مين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو سألت أي حد من اللي قاعدين عن سيرة النبي وحسب النبي ونسب النبي وتاريخ النبي، أمة وشباب مهمش، أمة لا تقرأ، أمة لا تعلم شيء إلا من رحم ربي. ياخد رسالة من سيدنا النبي ويمشي بها قد ايه؟ هيركب طيارة ولا عربية ولا ياخد موكب معاه وهو ماشي؟ ما أخذ إلا فرسا وزادا وارتدى ثوبه وأخذ رسالة من رسول الله، والمشوار والرسالة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة القسطنطينية يمكث فيها شهرا. يفضل ماشي شهر بالليل وبالنهار في الصحراء لوحده ما معهوش حد علشان يوصل ايه؟ رسالة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس. فما إن وصل إلى القصر، رجل هيدخل القصر وما أدراك بالقصر الجمهوري، قصر زي الرجل الأعرابي الغريب اللي الشكل اللي لابس عباية كده وحدة على كتافه، هيخش القصر اللي مليان حشم وخدم ورخام وقصر ايه يعني؟ ما معه إلا رسالة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن وصل إليه أمر كسرى أن يزين القصر حتى يعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعيم وأي طرف الناس فيه. وأجمع كبار المدينة كلها ليحضروا لقاء صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زعيم فارس. فما إن وصل إليه
أراد أن يأخذ منه الرسالة خادمة قال لا، أمرني رسول الله أن أسلم الرسالة لك في يديك ولن أعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الملك قاعد على القصر بتاعه ومتظبط، فقال للخادم بتاعه هات منه الرسالة اللي جاية من محمد. قال لا، أمرني رسول الله أن أسلمك الرسالة في يدك ولن أخالف أمر رسول الله. فأخذ الرسالة وأعطاها لأحد حراسه أن يقرأها، فهو لا يعرف العربية. فإذا بالرسالة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، إلى كسرى عظيم فارس. فالرجل أول ما شاف وكتب سيدنا النبي كتب فيه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. فالرجل أول ما شاف الرسالة كده قال له النبي كلمة: أسلم تسلم، وإلا فعليك إثمك وإثم من معك. الرجل ساعة ما شاف الرسالة قام واخدها من الخادم بتاعه، قام مقطعها ومتضايق. كيف يبدأ محمد وهو من عبيدنا اسمه قبل اسمه؟ كيف يقول لكن المعنى عظيم. من محمد رسول الله السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك، لكنه قال السلام على من اتبع الهدى. إذن أنت لو اتبعت الهدى فسلام الله عليك، وإن لم تتبع الهدى فلا سلام عليك. أسلم تسلم، وإلا فعليك إثمك وإثم من بعدك ومن اتبعك. فالرجل لما شاف الرسالة وفيها اللهجة بتاع سيدنا النبي قام واخد الرسالة قام مقطعها. فسيدنا عبد الله بن حذافة السهمي فضل واقف يشوف الدنيا هيحصل فيها ايه، ثم أمر أن يخرج من عنده فخرج، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أن هدأ روعه إلا أن طلبه مرة أخرى، فإذا به وصل إلى رسول الله صلى عليه. قعد قد ايه؟ شهر رايح وشهر جاي عشان يوصل رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العظماء. فقص على الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات يسجلها التاريخ وتتقبلها السماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه كما مزق رسالة رسول الله. فاستجابت السماء لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتحمل المسؤولية؟ وفي العام 19 من الهجرة أراد عمر بن الخطاب أن يكافئه فيكون له شرف وصول الرسالة إلى قيصر زعيم الروم. أرسله في معركة هو زعيمك لنعلم أنهم رجال تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كانوا رعاة للغنم فسادوا سادة وقادة للأمم، وأعلى التاريخ شأنهم وذكرهم بحروف من نور. سيدنا يوسف لما اخواته رموه في البير في الجب كان جزاؤه وكان أمر من الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يكون على خزائن الأرض كلها، رغم أنه هو كان في الأول مصير أنه هو يترمي في باطن الأرض، فأعلى الله قدره وذكره وجعله على خزائن الأرض إني حفيظ أمين. سيدنا عمر بن الخطاب بعته إلى قيصر زعيم الروم في معركة، فكان نصيبه أن يكون من الأسرى، كان نصيبه أنه هو يكون من ضمن الأسرى. فقيصر زعيم الروم وحد الله قال: أنا عايز أشوف واحد من صحابة محمد، أنا عايز أشوف واحد من الرجالة بتوعه. فأتي إليه
قيل أنه أسر ومعه 25 صحابيا، وقيل أنه كان معه 80 رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيصر زعيم الروم قال أنا عايز أشوف واحد من صحابة محمد وأشوفهم يعني شكلهم إيه. فدخل عليه. انظروا حينما يتمكن الإيمان، حينما تهون الدنيا على صحابة رسول الله ويكون هدفهم وغايتهم إرضاء لله وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحملوا المسؤولية وكيف دافعوا عن الدين حتى يصلوا إليك. فالرجل بيقول له أنا حفك أسرك وحد الله، بس على شرط تتنصر، يعني أنت مسلم ومؤمن بمحمد وبتحبه والدين، أنا حفكك من القيد اللي أنت فيه وفك أخليك أسير على شرط أن تتنصر وأن تكفر بمحمد. فأبى الرجل، عنده يقين، عنده عقيدة، عنده إيمان، متمسك بدينه، لا يفرط في فرض من فروض الله ولا حد من حدود الله. أنا عايزك تتنصر وتكفر بمحمد وأنا أفك سبيلك. قال لا. فجلس يحاوره. قال أعطيك شطر مالي، أنا يا عم حديك نص المال بتاعي. قال وهل يغنيني مالك عن دين محمد وعما ملك الله؟ يعني انت فلوسك دي نص ملكك ده هيغنيني عن رب؟ قال تنصر وأزوجك ابنتي. ضرير بقول له حاجة بسيطة، يعني ما تسيبك من الدين بتاعك دي وحديك نص ملكي، حديك نص مالي، وحجوزك بنت الملك وتقعد جنب على الكرسي وتكون انت لما تاخد بنت الملك بقى وحد طايله. ده الناس بيروحوا يلفوا حوالين القصر عشان بس يشوفوا حاجه، لا ده انت هتقعد جنب الملك وتاخد نص ملكه وتاخد نص ماله وتتجوز بنته. قال وهل تغنيني ابنتك عن الحور العين في الجنة؟ وهي بنتك دي هتدي ايه في الحور العين اللي انا هاخدها في الجنة؟ قال تنصر. فالرجل قام جايب بقدر يغلي بالزيت، ده بقدر يغلي بالزيت، حط فيه زيت ويغلي، وقام جايب 2 من صحابه وحد الله، قام زاجلهم في الزيت اللي بيغلي فانهار لحمهم. بالله عليك لو احنا قلنا لك نعمل فيك الحركه دي وعلشان تيجي تصلي ولا عشان تعمل حاجه هتستحملها؟ الراجل واقف والملك جاب 2 من صحابه حطهم في جدر زيت بيغلي، زجلهم فيه حتى اتهرى لحمهم. أي إيمان، أي يقين، أي عقيدة حينما يقف بلال في وسط الصحراء وسط الظهيرة ويوضع الحجر على رأسه وهو لا ينطق إلا بكلمة واحدة أحد أحد. أي يقين حينما تهون عليهم الدنيا ويكون صحابي من صحابة رسول الله ليلة عرسه، ليلة زفافه، ليلة دخلته، وينادي منادي الجهاد فيستيقظ من نومه فلم يصبر حتى يغتسل في ليلة عرسه، في ليلة زواجه، حينما أذن مؤذن الجهاد قام مسرعا إلى ساحة المعركة دون أن يغتسل، فتغسله الملائكة وتصلي عليه الملائكة، ويسمى بغسيل الملائكة حنظلة بن عامر. الراجل قام جايب 2 من صحابه حطهم في الزيت اللي بيغلي، قام 2 اتهرى لحمهم. تنصر مرضوش، في حاجة جواه، في حاجة جواه، عنده يقين. قال له طب أقول لك على حاجة، بص راسي وأنا أسيبك، وحد الله، أنا عايزك تحب على راسي وأنا أفكك من الليلة اللي أنت فيها دي. قال على شرط، حينما يسألني ربي لماذا قبلت رأس الكافر، أبص راسك على شرط، انظروا إلى يقين ما بعده يقين، على أن تخلي
سبيل إخوتي قبل مني. أنا بص راسك على شرط واحد، إنك تخلي سبيل إخواتي وأصحاب المسلمين قبل مني. كان عددهم 25 وقيل 80 رجلا. حينما يسألني ربي لماذا قبلت رأس الكافر، يقول إرضاء لك وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطير الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علم كل شيء. وحينما يأتي إليه عبد الله بن حذافة السهمي فيقف الفاروق عمر الذي بشره الله بالجنة ويقبل رأس عبد الله بن حذافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأسك يا ابن حذافة. أنا حبوس راسك، حيبوس راسه مش علشان يفك من اللي هو فيه، حيبوس راسه علشان يفك 25 أو 80 واحد من أسرى ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: محمد رسول الله. أي شرف بعدما وصف ربنا تبارك وتعالى حبيبه محمد ووصف صحابته. الله تبارك وتعالى ما ذكر محمد مجردا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تفر القرآن الكريم تلاقي 4 مرات بس إجا فيهم اسم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مقرونة بالنبوة وبالرسالة. محمد رسول الله، ما قالش محمد كده حاف، لكنه محمد بالنبوة ومحمد بالرسالة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراكم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. الله تبارك وتعالى وصف محمد ووصف صحابته. محمد رسول الله والذين معه ملهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين الرحمة بيننا الآن؟ هذا هو وصف الله لكم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم تراكم ركعا سجدا إلى آخر الآية. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فدين أو كما تدين تدان، أو كما قال الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وسلام على عباده الذين اصطفى. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الأمر كله علانيته وسره. إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري. إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. فخالقي أنت، رازقي أنت، ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. وأشهد أن لا إله إلا الله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا إن قصرت في وصفكم، عذرا إن قصرت في حبكم، عذرا إن قصرت في قدركم وفي طاعتكم. فهذا حالنا. أنت الذي حن الجماد لعطفه، أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه،
وبكاؤه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى رقياك. إن أردت أن تسأل عن بهي طلعته، إن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه، وإن أردت أن تسأل عن تبتله فسل الليل ودجاه، وإن أردت أن تسأل عن رعايته فسل زراع الشاه، وإن سألت عنه الأرض قالت ما وطأني أحد مثلما وطأني قدماه، وإن سألت عنه السماء لقالت ما استمع ندائي مثلما استمعت إليه أذناه، وإن سألت عنه الله لقال لك لكفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلاة صلى عليه الله. شرفه الله في كل مكان وفي كل زمان وفي رحلة الإسراء والمعراج. انظر، فوصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، ورقى إلى مكان لم يصل إليه الخليل. وصل إلى مكان لم يصل إليه جبريل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، وارتقى إلى ما لم يرتقي إليه إبراهيم الخليل. أحباب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لن يصلح حالنا إلا بما صلح به أولنا، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مهملة، ورغم ذلك نطلب رضا الله ورسول الله، ونطلب الجنة، ونطلب أن نعيش في عيشة رغدة هنية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى سيدي يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب، في يوم طيب مبارك مع وجوه طيبة مباركة. نسأل الله ألا تجعل لجمعنا هذا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته يا رب. لا تجعل لنا جميعا ذنبا إلا غفرته يا رب. لا تجعل لنا جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اشفنا يا رب واشف مرضانا يا رب، اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا يا رب وارحم موتانا، وانصرنا يا رب واهلك أعدانا. نسألك يا رب أن تهدي شبابنا يا رب، اهدي شبابنا. نسألك يا رب أن تهدي شبابنا، وأن تسترنا، وأن تستر بناتنا، وأن ترزقنا، وأن تبارك لنا في أرزاقنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا يا رب. قد عجز الطبيب فداونا يا رب، قد عجز الطبيب فداونا، وظهر الفساد فنجنا، وضل الطريق فاهدنا. بكرمك أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا بكرمك ولا تهنا، واعطنا من فضلك ولا تحرمنا. اللهم ارزقنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم ارحم كل ميت. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وسد الدين عن المدينين، واغفر لنا جميعا سائر المسلمين، وحرر المسجد الأقصى من اليهود الغاشمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى دينك وإلى أمة حبيبك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم اشرح صدورنا، يسر أمورنا، استر بناتنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.